نقول لهم يا عم عملنا ال 100000 ازاي ولا؟ يا عم قول لهم زي اخواتك معلش. هات لي بقى كوبايه شاي بقى لو سمحت. احلى مسا عليك. ده مين ده؟ ده بتاعي المج بتاعي. سائع. زيك. تسلم. بص يا صاحبي، النهارده جاي اكلمك عن حاجه اسمها الاي كوميرس. ازاي انا عملت هنا 100000 جنيه؟ مبدئيا قبل اي حاجه انا عندي 17 سنه، فما تقوليش بالسن، هي مش بالسن، هي لعبه ذكاء وارقام. انت لو حسبتها بالارقام هننجح فيها. قبل ما تبدا معايا شايف الموضوع هيطول معاك، ولو الفيديو ده مبايخ عليك خد بعضك وامشي، الفيديو مش ليك. قشطه يابا؟ ماشي. مبدئيا اللعبه دي لعبه ارقام، يعني قبل ما اتكلم في اي حاجه الاي كوميرس لعبه ارقام. ايه هو بقى الاي كوميرس؟ دلوقتي انت عندك قلم وانا ما عنديش، انت اعرف ابيع لك القلم ده. القلم ده انت مثلا شاريه بجنيه، قلت لي انا كسبان فيه 20 قرش. لو انا دلوقتي بقى بعته بالجنيه اللي انت قايل عليه مثلا، خد منك انا 10 قروش وانت تاخد 10 قروش. في الاي كوميرس بكل سهوله. طب انا ممكن اعمل معاك حاجه ثانيه، اخد القلم ده ابيعه بجنيه ونص، واخد انا منك كده كام؟ 60 قرش من نص جنيه اللي انا بعته بزياده، و10 قروش اللي انت اتفقت عليهم معايا. دي كده بكل بساطه فكره الاي كوميرس. طيب مين بقى عندنا في الوطن العربي بيعمل الاي كوميرس؟ طبعا تاجر دوت كوم، حبيبنا وحبيب الشعب المصري كله. المصيبه الاكبر صاحبي ان هو شغال في السعوديه، شغال في الامارات، شغال في العراق، يعني هتقبض بكل العملات. هي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ عملات صح؟ بكل العملات اللي انت عايزها. فاهم؟ في الموضوع سهل. تعالى بقى نقول له عملنا فلوس ازاي. عندنا بقى موقع تاجر ده بيجيب لنا كل المنتجات اللي احنا عايزينها. بص هو مش تاجر بس، يعني عندنا ماركتلي، عندنا كان في زمان تاجر لي لعبه زي ما قلت لك في الاول، هي لعبه ارقام. تاجر بيجيب لك المنتجات، بيقول لك انا عندي مثلا عندي تكييفات، عنده كذا حاجه، اجهزه كهربائيه، منتجات تجميل، كل المنتجات اللي تتخيلها موجود، اي صنف تتخيله موجود. طيب هو بيجيب لك المنتج، بيقول لك انت هتبيعه 340 جنيه مثلا 340 جنيه، طب ربحك فيه 40 جنيه. فانت بتاخد المنتج وبتاخد صور وتقوم تبتدي تعمل له اعلان، او بتبتدي تسوق له، بتنزل في الجروبات، بتنزل هنرجع لحته التسويق دي قدام، بتبتدي تعمل الحوار ده. فاهم؟ لو انت خدت الصور، خدت المواصفات، بتبتدي تعرض، اتباع، بتقوم اخد بيانات العميل موديهم لهم، هم ياخدوه يشحنوه، خلاص انت كده تبقى ياخدوها، تاخد فلوسك ودافعهم كاش. حلو كده الكلام؟ وضحت الفكره؟ طب انت لو بعته ب 380، لو بعته ب 400 جنيه فانت هتاخد 100 جنيه عموله. يعني اللعبه اللي بكلمك فيها دي انا عملتها فتره الصيف اللي فات. بص بقى صح، انت بقى دلوقتي هتخش تجيب كوبايه الشاي بتاعتك، ورقه القلم بتوعك، وتجيلي يا ابني سقع يا ابني. ما علينا. دلوقتي مثلا الصيف اللي فات كان لسه بدايتي مع تاجر، دخلنا على تاجر كان في منتج تكييف، كان ثمنه عامل كام؟ كان عامل ثمنه عامل 340 جنيه، كان ربح فيه 40 جنيه. حلو الكلام؟ انا كنت برضه بكام؟ ب 400 جنيه، والشحن لكل المحافظات 50 جنيه. كان في محافظات الشحن بتاعها 30 جنيه، وكان في محافظات الشحن بتاعها 45 جنيه. جميل الكلام؟ والناس اللي اشتغلت على تاجر تاكد كلامي في التعليقات، انا ما بضحكش على حد ولا مستفيد حاجه. انا يا باشا عملت الرقم اللي انا حاطه لك في العنوان ده في 100 يوم. ازاي بقى؟ تعالى اقول لك ازاي. صلي معايا على النبي. دلوقتي يا باشا انا جبت المنتج وحطيته على الصور على الجروبات العاديه، الجروب العمريه، جروب الورديان، مناطق مالهاش علاقه ببعض. انا من اسكندريه بقى، ده بيطلب وده بيطلب وده بيطلب وده بيطلب، لحد ما بعت 10 تكييفات. مسكت كام منهم؟ مسكت 1000 جنيه. انا مسكت 1000 جنيه، يعني انا مش محتاج 1000 جنيه عشان ابدا يا يوسف. لا انت مش محتاج 1000 جنيه، انت محتاج تسوق اورجانيك. نرجع لحته التسويق زي ما قلت قدام. ايه هو التسويق الاورجانيك؟ انك تاخد تسوق يا باشا على ماركت بليس، دوبيزل اللي كان اوريكس زمان، الجروبات العاديه، عندك الكلام ده كله على عادي. انا الصراحه حاسك مش مركز معايا. عم روح هات امك كوبايه الشاي اللي قلت لك عليها. يا عم انت ما بتسمعش الكلام ليه يا عم؟ فين الورقه والقلم؟ فين الورق يا عم؟ قوم هات ورقتك وقلمك يا عم وتعالى يا عم. ما علينا. دلوقتي يا صاحبي اللعبه اللي انا عملتها كانت كالاتي. رحت يا صاحبي دفعت في اعلان ممول 500 جنيه، دخلت على فيديو محنك على يوتيوب، اتعلمت ازاي اعمل فيديو، ربنا يبارك للي عمله فاهم، ودخلت خسرت معايا ما ظبطتش. رحت رايح لواحد كان شركه كان اسمها الطارق. انا يا جماعه والله ما بعمل دعايه لحد، انا على الله كده. المهم رحت لشركه اسمها الطارق، طارق جروب للتسويق ولا مش عارف ايه كده، والله ما فاكر يا عم، انا مش فاكر. قلت له يا عم انا معايا المنتج ده وعايز اعمله اعلان. قال لي معاك فيديو دي. رحت داخل على اليوتيوب ورحت جايب فيديو ومنتج منتجه هبله قوي على كت فاهم، ورحت بعته فاهم، راح ظرف الاعلان هوب تعليقات 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 تعليقات. انا يا صاحبي كان عندي تارجت، انا مش عايز اكتر منه، اللي هو ايه؟ ان انا عايز ابيع 10 تكييفات كل يوم، مش عايز اكتر من كده. كان بيجي لي تاني، بس انا حاطط لنفسي ان انا هاكد على الناس دي 10 تكييفات كل يوم. 10 تكييفات في 100 ورقتك وقلمك، عشان كده قلت لك ورقه الورقه والقلم بتوعك. 10 تكييفات، كل تكييف كان بيطلع لي منه 100 جنيه. يعني انا كنت بعمل كام في اليوم؟ 1000 جنيه ده صافي، بعيدا عن الهري الكل. يعني انا كنت ببيعه ساعات ب 430 جنيه، انا اصلا كنت بطلعه ب 430 جنيه، اللي هو انا بقول 30 جنيه اللي هو حق الاعلان بتاعه فاهمني. بقيت 500 كانت الميزانيه بتاعتي كل يوم 500 جنيه، ف 30 في 30 انا صاحبي كنت مرتاح فاهم. اللي هو ساعات كان اليوم بيقف عليا 300، يقف عليا 500. انا بالنسبه لي كانت على عادي. اهم حاجه ان انا عندي التارجت بتاعي، ان انا اطلع الصافي بتاعي، ان انا اطلع كل يوم 10 تكييفات، ربح التكييف الواحد 100 جنيه. المهم ان انا كنت بطلع الصافي بتاعي انا كل يوم 1000 جنيه. انا كنت بحمد ربنا، انا مش عايز اكتر من كده، لان انا كان عندي هدف ان انا اعمل 100000 جنيه، وده كان تحدي بيني وبين نفسي. حلو طيب 10 في 10 في 10 في
في 10 في 10 في 10 عدينا ايه 101 يوم. ال 100 يوم الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد عملنا 100,000 جنيه. من ايه؟ ان احنا بالظبط سماسره. الاسم تاني يا ابني ما لهاش. اقول لك انا حكيت لك انا عملت 100,000 جنيه ازاي، فجاي لك بقى انت تعمل ال 100,000 جنيه ازاي. هات بقى الورقه والقلم. مبدئيا هنروح على موقع تاجر بالكم، هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف تحت. تخش على موقع تاجر اللي انا هسيب لك في الوصف، هتخش يا باشا تعمل حساب عادي محنك برقم تليفونك والايميل بتاعك. هعمل لك فيديو شورت تعرف تسجل ازاي. المهم تخش على الموقع وهتلاقي منتج رابح. بمعنى يعني انا بص انا في الصيف لعبت على حته ان الجو حر، كان ممكن العب على حته ان في ناموس مثلا، اطلع الساعه الكهربائي بتاع الناموس. دلوقتي بقى انت تلعب على الحاجات بتاعه الشتاء، العب على الحاجات الموسميه، هي دي بقى اللي بتنجح. ولو خدت بالك كانت فتره الصيف اللي هي 3 شهور، يعني هم ال 100 يوم ما بضحكش عليك والله. عندك المواسم الرمضانيه، مواسم العيد، اي الوقت اللي هتشوفني فيه هتلاقي له مناسبه. مالكش حاجه، ما تتلككش، مالكش حاجه. هتخش يا باشا على المواسم بتاعتك هتلاقي منتج يمشي مع الوقت اللي انت فيه، منتج الناس عايزاه عليه طلب، تلاقي منتج عليه طلب هتاخده وهتطلع نسبه ربح ليك 100 جنيه، بشرط انك تلاقي منتج ينفع تحط الربح بتاعك في 100 جنيه. انا عايزك تطلع عليك منتج ينفع تحط فيه ربح 100 جنيه. ربحك ال 100 جنيه دي تبقى 100 جنيه صافي بعيدا عن مصاريف الاعلان، لان انا جاي لك في التسويق اهو. طيب ايه بقى التسويق؟ عندنا نوعين من التسويق، نوع اورجانيك ونوع ممول. دي سكه صعبه ودي سكه سهله. ايه هو الاورجانيك؟ اللي انا عملته في اول يوم، انا الحمد لله عشان اخترت منتج كويس ربنا كرمني فيه. دخلت يا باشا على الجروبات وعلى اوليكس، كان ساعتها لسه اسمه اوليكس، ماركت بليس. قعدت انزل الحمد لله ربنا كرمني. ايه اول يوم فعلا بال10 ربنا كرمني بيهم تعمل الاعلان. فانت يا باشا ممكن تبدا اورجانيك، بدل ما هم 100 يوم خليهم 110. اتعب شويه معلش، اجي عليك انا اتعب شويه. هتبدا يا باشا ان شاء الله تعمل اول 10 ايام اورجانيك اللي هو الجروبات والشغله دي كلها، بعد كده تقوم رايح الممول. حلو الكلام. طيب انا ما حددتش عليك تختار منتج ايه، دي بتاعتك، دي انت وشطارتك، مش هضحك عليك. جرب في الاورجانيك، اتعب عشان تفهم. دلوقتي انا يا عم يوسف دخلت الاول 10 ايام دول عملت الاعلانات او عملت الاعلان الاورجانيك اللي هو انا ما دفعتش فلوس وجبت فلوس الحمد لله وعملت مبيعات. تاخد فلوس ازاي؟ والله يا تاجر اللي الحمد لله بتوفر لك حاجات كتير قوي تقبض منها. بتوفر لك فودافون كاش، وي بي ولا اسمها ويكا، والله ما اعرف اسمها ايه. المهم يا صاحبي، سواء انت اخ كبير اخ صغير فانتوا كلكم اخوات. انا والله العظيم بحبكم في الله كده، والله العظيم انا ما حدش دافع لي فلوس ولا طالع اعمل اعلان لحد. انا بالنسبه لي وانا هنا طالع هتكلم فيها عن فلوس، اتكلم فيها عن صحتنا، اتكلم عن كل حاجه بالنسبه لنا كشباب. انا بالنسبه لي انا شاب 17 سنه وعملت رقم زي ده، يمكن عملت وانا اقل من 17 سنه في حاجات ثانيه اقول لكم عليها، بس عايزك تعمل فلوس، عايزك ما تبقاش قاعد. نصيحه من اخ لاخوه، ركز معايا شويه وخليك معايا، فاهم؟ خليك حالك. عشان كده بقول لك اشترك. واللي وصل لحد هنا يا جماعه بالله عليكم ايه، اكتب كومنت كده في كلمه السر اللي هي كوبايه الشاي. كلمه السر بتاعتها كوبايه عشان اعرف مين حبايبي اللي كملوا معايا لحد الاخر. يلا ما تنساش بالاشتراك واللايك، ويعني ايه تابع اللي جاي عشان اللي جاي ضرب نار.